النهارده جايين نتكلم عن فسيولوجية الكائن السرسجي. المهم انا عارف ومتاكد ان انت سالت نفسك 100 مره هو ليه الكائن السرسجي ده موجود في حياتنا، بس اللي متاكد منه انك ما تعرفش هو بقى كده ليه. مبدئيا خلينا اديك نبذه مبسطه عنه. ده شخص غالبا بيكون رفيع جدا عشان مدمن تلج، مصاب بداء خطير يسمى حرب العصابات، والمرض ده مبني على اي حد يقول له صباح الخير يرفع عليه كزلك او شومه او مطوه. بيلبس هدوم بربرق وغير متناسقه بالمره، وغالبا بيكون سواق توك توك بيوميه 250 جنيه. يا بوسه 50. حلمه انه يكون مغني مهرجانات عشان يبقى كسي، يسعى دائما لصنع المشاكل عشان يتحبس ويتصيد في الجهه ابن اخوه. أن تكون حكيما فعليك 4 أشياء: 1 لا تشاء عينيك كل من تراه، 2 لا تصدق كل من تسمعه. A few moments later. لكن اللقاء في دنيا العجائب ليس مستحيل. مصاحب بنت شلق ومطلعه نص شعرها بره الطرحه، وغالبا بتبقى ضربه اكسجين، وبتبقى حاطه حنه على رجلها او صبغه حمراء عشان تبين ان عندها كعب الغزال. وانا عارف ان الشخصيه دي سيئه جدا في المجتمع، بس في الحقيقه ان الشخص ده اتولد في بيئه مبنيه على النهب والسرقه وقله الادب واخذ الحق بالايد. فبغض النظر انهم عينات تستاهل انها تتمحى من المجتمع، الا اني شايف اننا ممكن ندخلهم اماكن تاهيل يخليهم يفكروا صح ويراجعوا نفسهم في كل حاجه بيعملوها، وقتها العدد ده هيقل جدا. الوحش هيفضل موجود بس مش هيكون منتشر زي ما هو منتشر دلوقتي.